حضرتك ايه هي سبب وقفة اليوم؟ النهارده احنا بس جايين نعلن المحبة، جايين ننقل اللي جوه قلب الله للشارع، جايين نقول لهم ان الله بيحب المسلمين جدا، المسيحيين بيحبوا المسلمين جدا. جايين نقول لهم اللي حصل من شوية بخصوص الخصوص، اللي حصل قدام الكتف رؤية ده ملوش أي دعوة بأي مسلم يكون. احنا واقفين النهارده علشان جايين بنقول لكل مسلمين في البلد احنا بنحبكم جدا برغم كل الاحداث اللي حصلت دي. احنا جايين بنعلن محبه المسيح اللي احنا اتعلمناها من المسيح. مركزين قوي على المسلمين علشان اللي حصل في الخصوص كان طرف مسلم وطرف مسيحي، فاحنا جايين نعلن المحبه بالاكثر للمسلمين. بكلمكم بجد. امين يا رب. ربنا يبعد عننا كل شر. امين. ويخليكم لينا واحنا معاكم واحد. امين يا رب. امين يا رب. ربنا معاك ان شاء الله. احنا بنحبكم. والله العظيم احنا بنموت فيكم. والله العظيم. شكرا. ربنا ما يفرقنا. معنا اليوم عم بدوي من امام الكاتدرائيه. انا بعتبر ان المسلم والمسيحي هم كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء في جسد واحد. عشان نقول للمسلمين كلهم ان احنا بنحبكم، بنحب سلفي واخواني وليبرالي وكل المسلمين، ونازلين حتى نقول للناس اللي ضربت وموتت اخواتنا المسيحيين، نازلين نقول لهم احنا بنحبكم لان المسيح علمنا نحب اعدائنا ونبارك لعينينا ونحب كل الناس. مصدقين ان المحبه بتغير كل عنف، ومصدقين ان المحبه بتغير كل بغضه جوه كل اي قلب. لاخواتنا المسيحيين اللي في قلبهم زعل او جرح او غضب، نازلين نقول لهم ان دي تعليم المسيح ان احنا نحب كل الناس حتى اللي بيسيئوا الينا احنا بنحبهم، ونازلين واقفين هنا اهو عشان نقول للمسيحيين اخواتنا ان مش المسلمين هم اللي عملوا كده، اللي عملوا دول ناس بلطجيه واحنا برضك البلطجيين دول بنحبهم لانهم الناس مش فاهمين حاجه واحنا نازلين. مصدقين ان محبه المسيح تغير الكراهيه دي، مصدقين ان محبه المسيح بتشفي كل تعاليم غلط حتى اتعلمناها لينا سنين طويله. اخواتنا المسلمين كلهم